طبعا القيد اللي بعد كده او الحركة اللي بعد كده اللي هي الخاصة بان انا عينت موظفين دي مش هتتسجل، احنا عارفين اللي هو يوم 9 اكتوبر فمش هتسجلها. بنسجل قيد رقم 7 اللي هو الراجل سحب فلوس يوم 20 اكتوبر، سحب فلوس، يعني يبقى هنا withdrawal by owner for لازم يكون لاستخدامه الشخصي personal use، لاستخدامه الشخصي مش لحاجة لغرض الشركة. فسحب فلوس فالكاش جه كريدت ب500، وهنفتح حساب جديد في، بص بقى لما بمشي دي ثابتة زي ما هي عشان ابقى شايف انا ايه اللي حصل هنا، انا في انهي سطر بالظبط، سطر رقم 10. فهفتح حساب هنا في الاونرز ايكوتي، نفتح هنا نعمل كده وكنترول زائد، ففتح لي حساب جديد هنا في الاونرز ايكوتي، واعمل هنا ميرج للكلام ده، واعمل ميرج كمان للخليتين الجداد، واسميه هنا withdrawal، وبرضو اكتب الديبت والكريدت وانزل. عندي الويذدرول ديبت ب500، لازم الديبت ويذدرول وكريدت اللي هو الايه الكاش. طبعا انا عملت حركة ازاي، ضغطت كنترول وامشي بالسهم اليمين هيجيب لك اول خلية انت كاتب فيها، برجع بضغط كنترول وارجع بالسهم شمال يجيب لي الخلية، اول خلية هتقابلك كنت انت كاتب فيها حاجة. بمشي كده عشان اوصل بس ده كريدت كاش ديبت ويذدرول.